السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في قناة عالم ليمو. النهاردة معادنا مع فيديو جديد، وهنتكلم عن أول سلسلة نسل الملكات من آخر الأسرة 17 إلى آخر الأسرة 18. كانت زوجة الملك سكننرع. النهاردة هنتكلم عن الملكة تيتي شيري. انتهى عصر الدولة الوسطى الذهبي، وسقطت مصر في هوة وفوضى. عصر الانتقال الثاني الذي عانت فيه البلاد بشدة من ضراوة احتلال الهكسوس حكام البلاد الأجنبية، كما أطلقت عليهم النصوص المصرية القديمة الذين احتلوا الدلتا المصرية وجزءا كبيرا من شمال مصر، بينما حافظت أسرة مصرية وطنية على حكم البلاد في العاصمة المصرية العريقة طيبة الأقصر الحالية. واحتل الهكسوس مصر لمدة تقرب من 100 عام، ولم تهدأ مصر ولا أبطالها من ملوك التحرير القادمين من أقصى الصعيد المصري للدفاع عن الأرض المصرية وتحريرها من الاحتلال الهكسوسي البغيض الذي أذاق البلاد الأمرين. ويذكر التاريخ أن كفاح مصر ضد حكم الهكسوس اشتد مع عصر الأسرة 17، ومن بين ملكات ذلك العصر الفاصل في التاريخ المصري القديم الملكة المناضلة تيتي شيري، ويعني اسمها تيتي الصغيرة. كانت الملكة تيتي شيري من أهم ملكات الأسرة 17 وعصر الانتقال الثاني، وكانت زوجة الملك ست نخت إنرع تعا الأول الذي كان ابنا للملك سوبك إمساف الثاني. واختارها الملك ست نخت إنرع تعا الأول كي تكون زوجته الكبرى، على الرغم من أنها لم تكن تنتمي للدم الملكي، فقد كانت ابنة شخص عادي يدعى تشننا وزوجته نفرو. وحكم زوجها فترة قصيرة وأنجبت منه ابنها الملك سكننرع تعا الثاني وابنتها إياح حتب. حملت ألقابا مهمة مثل زوجة الملك الكبرى وأم الملك، وتزوج سكننرع تعا الثاني وإياح حتب، وأنجب الأمير أحمس الذي سوف يصبح ملكا على مصر ويحمل لقب الملك أحمس الأول ملك مصر العليا والسفلى، ويحرر مصر من الهكسوس ويطاردهم إلى خارج الحدود المصرية إلى جنوب فلسطين. ويؤسس الأسرة 18 وعصر الدولة الحديثة أو عصر الإمبراطورية كما يعرف في أدبيات علم المصريات، حين أسست مصر إمبراطورية امتدت من نهر الفرات والبحر المتوسط إلى الشمال الشرقي وإلى أعماق السودان جنوبا وإلى ليبيا غربا. وصارت مصر سيدة العالم القديم، وحكمت العالم القديم كله بالعلم والحق والعدل والدين القويم. ومن الجدير بالذكر أن الملكة تيتي شيري عاشت عمرا مديدا وعاصرت كل مراحل تحرير مصر من احتلال الهكسوس، وعايشت كفاح ملوك مصر الأبطال ابتداء من زوجها وابنيها وحفيدها إلى أن تم تحرير الأرض في النهاية. وقام الملك أحمس الأول بتقدير وتكريم جدته الراحلة الملكة تيتي شيري أقصى ما يكون التقدير والتكريم، فأقام لها ضريحا في منطقة أبيدوس الخالدة مقر عبادة رب الأرباب ورب الموتى وسيد العالم الآخر المعبود الأبرز أوزير، ومقر ملوك مصر الأسلاف المبجلين. وأقام هناك لوحة تذكارية تخلد ما فعله من أجل تلك الجدة العظيمة.
وتظهر الملكة تيتي شيري على هذه اللوحة جالسة في منظرين، أحدهما على اليمين والآخر على الشمال، ويقف أمامها في كلا المنظرين حفيدها الملك أحمس الأول مقدما القرابين والعطايا لجدته المبجلة دوما وأبدا. ويذكر الملك أحمس الأول في نص تلك اللوحة خطته وزوجته الملكة أحمس نفرتاري لتكريم تلك الجدة المحبوبة، مثل تشييد هرم ومكسورة لها داخل المجموعة الجنائزية الخاصة بالملك أحمس الأول. وفي نصه يشير الملك أحمس الأول إليها قائلا: أتذكر أمي وأم أبي وزوجة الملك الكبرى وأم الملك تيتي شيري المبجلة؟ إن لها بالفعل مقبرة وإثر جنائزي على أرض إقليم طيبة وإقليم أبيدوس، غير إنني قلت ذلك لك لأن جلالتي يريد أن يبني ضيعة هرمية لها في الجبانة بالقرب من القصر الخاص بجلالتي، وتم حفر بحيرتها وتمت زراعة أشجارها وتم إمدادها بالقرابين من أرغفة الخبز. وبمجرد أن تحدث جلالته بهذا الأمر تم تنفيذه، وفعل جلالته ذلك لأنه أحبها أكثر من أي شيء. كانت الملكة العظيمة تيتي شيري هي الدفاع الأساسي وراء تحرير البلاد من محنة احتلال الهكسوس، وفي هذا ما يوضح عظم دور هذه الملكة المبجلة ودور ملكات مصر العظيمات في الدفاع عن أرض مصر الخالدة وتنشئة الملوك الأبطال الجديرين بحكم مصر العظيمة سيدة العالم القديم. تقول لوحة تيتي شيري: ولدت في طيبة بصعيد مصر، لأجد شمال بلادي محتل من البدو الرعاه الهكسوس. قمت بإدارة حرب تحرير مصر وتطهيرها من الغزاة، الحرب التي استشهد فيها أبنائي وأحفادي منذ آلاف السنين، وأنا أرى كل شيء. لم يهدأ لي بال أو يهنأ لي عيش حتى طردت أحد الأقواس التسعة من مصر. الدولة المصرية تلقبني بالأم الملكية والجدة المقدسة.